با 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 الحقيقة الذي يبحث عنها الجميع. تفرج الفيديو حتى الاخر باش تفهم شنو وقع، وما تنساش اللايك بارطاجي الفيديو من المتابعة باش يوصلك الجديد. المغربي اليوم الا غيجيو يعطيوني اليوم الكاس يخليوه عندهم. انا صادق ما بغيتوش انا الكاس، اما نربحو في الميدان ولا ما نربحوش، لانني الا ربحتو بهذه الطريقه حتى معناه انني كنت كنكولس. انا ما كنتش كنكولس، هذه الاولى. ثانيا نعرف ان المباراه جرت امام انظار من. شكون اللي كان جالس حدا موتسيبي؟ كان جالس انفانتينو رئيس الفيفا. واليوم ما خصناش نفصلوا كره القدم ما بين مؤسسه ومؤسسه. مؤسسه الكاف بحال اللي كنعرفونا وكنعرفوا جميعا تابعه للفيفا. الفيفا هي المؤسسه الام، الفيفا لا يروقها ما حدث. لذلك كنقول لك اليوم حنا نبحث على كرامه افريقيا. كرامه افريقيا ازهقت، كرامه صوره افريقيا شوهت. باش نكونوا واضحين، واللي شوهوها معروفين، ماشي فقط بابتياو. التشويه ديال الصوره الافريقيه بدا من بدايه البطوله الى غايه نهايتها. وانا غادي نجي معاك، انا غنكون منفعل هنا لان هذه النقطه ما خصكش تسكتوا عليها. ما يمكنش المغرب يعمل كل شيء هادشي اللي يعمل باش ينصع الصوره ديال افريقيا، يعطي لافريقيا بطوله تليق بمستقبلها بتطلعاتها. من نجي انا نعمل هادشي كله ويجيو ناس اللي هما مجرد صناع للفرجه يعملوا يعيثوا فسادا في كاس افريقيا الامم، من لا اقبل هذا الامر. ما كنتكلمش على بابتياو لوحده منير، بدات من بدايه البطوله، من تصريحات، من الكولسه، من المدربين كيطلعوا لي من الساطين الصحفيه يواجهون الصحفيين ويتكلمون على التحكيم وعلى التشويش وعلى كذا. المغرب كان يحتاج الى مرآة عاكسه لتظهر له حقيقه مجموعه من الاشياء، وظهرت هذه الحقيقه. وانا غادي نقولها ونقولها بصرامه. اليوم الناس غيشوفوني بواحد وجه اخر. صرامه، بركه. هاد الناس بحال اللي تنقولوا كبرنا لهم الطنوش بزاف، سي ترو. انا وغادي نجي غنقول علاش. اذا نديروا حنا هادشي كله ونجيو باش تقول لي اليوم غادي نرفع القضيه للفيفا والكاف، او الكاف هي الجهاز اللي كينظم كاس افريقيا الامم، وننتظر منه يعطيني اللقب. يعطيني الصدقه. المغرب كيقبل بالصدقه؟ لا ابدا، يخليوه عندهم ولو يكون هذا الكاس كينبت ذهب. لا يشرفوني، شوف لا يشرفوني.